السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. مرحبا بكم في قناة إيشنتوب. آه، اش غنقول لكم؟ ما تنساوناش مرة أخرى بالبارطاج، الاشتراك في القناة، الدعم ديالكم، بالتعليقات، بفعلوا لنا الجرس باش يوصلكم كل هو جديد. كما قلت لكم آخر مرة في اللقاء اللي فات انني غادي نجيب لكم فيديوهات يعني على حسب يعني الظروف وعلى حسب الاجواء اللي كاينه. اخر لقاء كنت المرور الاولاني اللي دازوا فيه المرور الاول اللي دازوا فيه الفروق العربيه. ما قدرتش نحكم عليهم وداك الشيء، يعني ما كانش واضحه الصوره. وفي المرور الثاني يعني الجوله الثانيه بدات تبان المعالم ديال الفروق اللي هي عندها حظوظ او عندها تقدر تمشي بعيد. وفي الجوله الثالثه كانت المفاجاه، وكانت مرور مجموعه من الفروق المغموره اللي بلات البلاء الحسن. بينات على العلو الكعب ديالها، وبينات بانها فريق لا يستهان به. مثلا عندك موريتانيا، كاينه فريق ديال موريتانيا. احنا قلنا بان الا رجعتوا الفيديو الاول بان فريق كان قوي. يعني المقابله الاولى اللي خسر بواحد الزيرو، يعني راه حتى الاشواط اللي كانت يعني ما الدقائق المضافه اللي كانت في الشوط عاد تمارك عليهم البيت. يعني كان واحد شويه ديال عدم التركيز، هذا هو اللي كان. بالنسبه للفرق الاخرى مثل تونس او الجزائر، بالنسبه للجزائر كان عندها ماتشات قويين، كان عندها واحد الماتشات زعما صعب بزاف، وتفرجنا وتمتعنا. الحقيقه كانوا قمه ديال اللعب، ديال الاندفاع، ديال بزاف ديال الحوايج، وكانت هذاك الحماس ويخلينا نتبعوا اللقاءات حتى لاخر لحظه. وهذا هو اللي خلاني ما قدرش ندير لكم فيديوهات اخرين. قلت نخلي حتى هذه الفتره ديال الاستراحه وندخلوا ونتناقشوا مع الاخوان ديالنا والمشاهدين ديالنا في الجديد، ونشوفوا شنو كاين. بالنسبه لنا تونس ثاني شاهدناها باللعب ديالها اللي كانت مولفه كتلعبوا، يعني تستقبل الخصم، يعني ديما خصها هي ترجع اللور. كتسنى الهجمات المرتده، ما قدراتش تمشي بعيد لان اللعب تقرا وتعاود بزاف، لدرجه بان مجموعه ديال الفروق ولاو عارفين السيستم ديال تونس. يعني خصها هي تبدل من الجلد ديالها وتبدل الفريق، تشبب يعني الفريق وتدخل دماء جديده وطريقه اللعب، تحاول تغير المعالم ديال اللعب ديالها، لان التكتيك ديالها تقريبا ولا معروف عند الفرق. ولا اي فريق ما تبقاش يتسناها يعني ترجع اللور ولا شي حاجه، تيحاول باش يهجم عليها، وهي في هذاك الهجوم ديال الفرق الاخرى تيرهقها بدنيا وبزاف ديال الحوايج. وفي اخر شلنا الخروج ديال تونس، كان خرج ما بغيناش لتونس وما بغيناش الجزائر، لان الجزائر الحقيقه تقال بانه فريق قوي. غير اللعب ديالو بحال اللي بقى كما هو من 2019، بقى نفس السيستم ديال لي جو، وهو داك الشيء من تتبقى تعاودو تتولي كتاب مفتوح وتتولي مقرا لكل شيء. بالنسبه للفريق الموريتاني، دار واحد المقابله قويه ضد الفريق الجزائري. كانت مقابله قويه فيها النديه، كانوا تاك اخواننا الموريتانيين كانوا مشحونين.
نظرا اللي تقال في الميديا وتقال في وسائل الاعلام الجزائريه ووسائل الاعلام اخرى، بان الجامعه الملكيه المغربيه هي اللي خدات الفريق الموريتاني وخداته يعني وصرفت عليه، ويعني باش دار التربص ديالو داك الشيء. وهذا خلى الموريتانيين دخلوا بحماس وبحال اللي ما رضاوش وتشحنوا، ولاو كل لاعب ولا فيه جوج. وهذا الشيء اللي شفنا في الفريق الموريتاني، كانت عنده واحد الصلابه، واحد اندفاع، وكان هو المبادر باش يماركي البيوت باش يلعب اللعب ديالو. بالنسبه للاخوان الجزائريين، كان اللعابه كانوا بحال اللي ما كانش معروف شنو، واش كانوا باغيين يماركيو يعني ما قدروش يعني هذيك الصلابه اللي لقاو ديال القوه ديال الاندفاع ديال الموريتاني ما خلاتلوش الفرصه فين يتنفسوا بهذا المفهوم. تنهنئوا الفريق الموريتاني. بالنسبه لمصر شناها فريق تيعود ديما من حتى الاخر، يعني الماتشات كاملين بحال اللي كيفيق حتى الدقائق الاخرى، عاد كيفيق يعني هذيك الشخصيه ديالو ما كتبان حتى الدقائق الاخرى. يعني الفريق اللي يلعب معاه وداك الشيء كان يعني بالنسبه للفرق اللي جايه دابا عاد تاخذ الحذر ديالها مزيان بزاف من الفريق المصري اللي تتوقع له واحد الاستفاقه ولكن كتجي معطله، ولكن راه مهمه، يعني راه تيرجعوا في الماتش. هذا هو الاحسن في هذا الشيء كامل، انهم تيرجعوا، وخير دليل بانهم دازوا يعني فريق يستحق باش يدوز الادوار اللي جايه ان شاء الله. بالنسبه للفريق المغربي، رجعوا للفريق المغربي. اول حاجه عندنا خبر ان الكونفدراليه الافريقيه الكاف بانها سحبات العقوبات الشامله اللي كانت على المنتخب المغربي وعلى وليد الركراكي وعلى الجامعه الملكيه المغربيه، وبرأته من جميع التهم اللي كانت تعلقت به، وما غادي يخلص ريال، وان شاء الله يكون حاضر وليد الركراكي مع اللعابه ديال المنتخب المغربي. وهذا خبر بالنسبه لنا حنا استقبلناه بمزيد من التشويق ومزيد من السرور، وفرحنا بزاف. واللعابه ديال المنتخب حتى هما فرحانين، لان وليد الركراكي يعتبرونه اكثر من اخ، يعني واحد الانسان قريب بزاف من اللعابه. نتمناو باش هذا الشيء يمشي بعيد ويأثر ايجابي على الفريق اللي غادي نلعبوا معاه ان شاء الله، فريق قوي. احنا دزنا كاول مجموعه، هذا ما تعنيش باننا فريق يعني احنا تايقين في وليد الركراكي في الفرقه وداك الشيء، ولاني ما بغيناش يكون عندنا التفاؤل الزائد، لان التفاؤل الزائد يعني تيقدر يوصلنا الغرور، والغرور تيدينا لحوايج اخرين، تنتنفخوا ونوليو ما نعرفوش من نديروا في الماتشات. اذا شنو الفريق خصو يحط رجليه في الارض كما قلنا قبل. مني دخلوا الماتش ديال زامبيا، لعبوا اللعب اللي لعبوا من جهه نظريه ديالي انا، يعني ماشي تنقول لكم يعني انا لا حق او هذه لعب المقابله خصها تلعب باقل جهد، باقل خسائر ممكنه. بالنسبه للعابه اللي كانوا باينين، بالنسبه لي انا بوفال وناحي كان شويه ثقيل، شويه ماشي بزاف، ولكن هذاك اللعب ديال بوفال وناحي بوفال اللعب ديالو هو مزيان يكون عندنا جوج لعابه حتى ثلاثه لعابه تيدخلوا في وسط الكاري دي زويت ويجروا لنا اللعابه، يجروا لنا المدافعين الجهه، يعني تيدخل بوفال الوسط ديال الكاري دي زويت كيدير واحد الخلل في الدفاع ديال الخصم،
وداك الشيء اللي حنا تنبغيوه. لان مثلا ملي تيجي تيضرب باليمين ويعاود اليسار ويقلب وكذا، راه كيجر لك بزاف ديال المدافعين تيمشيو معاه في اليمين واليسار، وهذا تيخلي لنا الدفاع تيتماوج، كيدير الموجه. يعني كيكون الوسط تيكونوا فراغات، وهذيك الفراغات هي اللي كتستغل. يعني الا كان عندنا الكعبي وكان عندنا النصيري وكانوا عندنا مهاجمين يعني الفعاليه كون حضرات نهار الماتش ديال زامبيا، انا متاكد كنا نخرجوا بربعه او هذا. ولكن الفرص عمرها ما تجي كامله وتتماركه كامله. تقدر يحالفك الحظ تماركي وحده او ما تماركيش، او ما يحالفكش كاع الحظ وكيما ما تماركيش، او مثلا تماركي 4 5 6 يحالفك الحظ يعني 100%. يعني كل شيء الظروف كامله كانت مناسبه. بالنسبه لنا حنا المنتخب المغربي يلعب مع جنوب افريقيا، فريق قوي. تنقولوا بانه يلعب مع فريق سانداوس. هذا الفريق هذا هذا الفريق هذا عندي انا عليه بحال اللي نقولوا مثلا فريق ديال المفاجآت. عنده لعابه سريع، عندهم تيمشيو من الاجنحه، عندهم مهاجم خطير ديال الاهلي معروف. يعني خصنا ناخذوا الحذر ديالنا كبير وكبير بزاف. بالنسبه لنا حنا المقابله حنا سنستعدوا ليها. بالنسبه لنا ما غاديش كما تيقولوا نديروا الضغط على الفريق، لان داك ملي كنبقاو نهضروا بزاف على المنتخب غيفعل غيدير هذا اللعاب كذا هذا، تنبقاو ندخلوا راسنا حنا حتى حنا تنديروا الضغط على راسنا وعلى الفريق. يعني حنا بالنسبه لنا حنا تنتفرجوا في كره تنتمتعوا. وهذا هو اللي جرني باش نتذكروا على كوب دافريك هذه ديال الكوت ديفوار. كانت من احسن كوب دافريك اللي دازت هذه مني بدات، اللي مني بديت نتفرج انا بعدا، مني بديت نتفرج من 88 قبل منها وقيله في يا ربي 84 باقي عاقل شي شويه، وليني 88 كنت عاقل عليها، كان فيها كريمو وكان فيها اللعابه وداك الشيء. تفرجت فيها من هذيك الوقيته اللي حد الان احسن كوب دافريك دازت هي ديال الكوت ديفوار بدون منازع. ديال الكاميرون اللي فاتت كانت ناقصه، كنت تشوف الفراقي الكبار اللي عندهم تاريخ وداك الشيء تقول صافي راه هما غالبين، راه كاين الغلب. فريق نيجيريا يلعب مع فرقه راه غالبه، ولكن دابا راه كاين، راه ما تتعرفش شنو كاين. الماتشات تيتلعبوا في الوقت ديالهم، ويعني الظروف ديالهم هي المناخيه، هي يعني الزمان والمكان، هادو كاملين تيلعبوا في النتيجه ديال اللقاء. وهذا تيجعل بان كوب دافريك هذه بزاف ديال الناس قالوا بان الفرق من يتزادوا غادي تنقص الجوده، يدخلوا فرق صغار، غيكونوا الماتشات ضعاف، غيكونوا هذا فريق يقدر يتخسر ب7 8. فهمتيني؟ بالنسبه للحقيقه الامر لقينا العكس، بان الفرق الصغار اللي قلنا حنا على الدخول داكشي كان عندها دافع، كان عندها واحد الحماس باش هي تماركي البيوت، باش تبين راسها، باش تبان نحن هنا، كتقول لهم نحن هنا. بالنسبه لكوب دافريك هذا العام هذه كانت طوب، يعني طوب. انا دابا لحد الان تمتعت مزيان بحال اللي كنتفرج اي ماتش كنتبعوه من الاول حتى الاخر، وكلهم قمه ديال الفرجه، قمه ديال المتعه، كل شيء كاين. يعني بغيتي كره كاينه، بغيتي السسبانس كاين، بغيتي المهم اي حاجه بغيتيها كاينه. وهذا تيجعل بان كوب دافريك هذه زعما بكل مصداقيه احسن كوب دافريك. حنا سنعرفوا هذا الدور اللي جاي دابا غادي تلعب فيه كره، ولكن حنا ما تنقولوش بان الكره غادي تكون فيها مثلا غتكون نتائج يعني قويه، فيها 4 البيوت 5. حنا ما تنتوقعوش هذا الشيء، لان الدور هذا تيتلعب بالاشواط اضافيه، بالبيلانتيات. يعني فريق يقدر يبقى تعادل ويزيد معك تعادل ويدخل معك في اشواط اضافيه، يعني غيكونوا مختلفين. وحنا غنشوفوا
بما ان هاد الدوره هذه كانت فيها مفاجات وشنا فعلا هذاك الشيء اللي شناه زعما عجيب وزوين بزاف، عجبنا حتى من ناحيه الجمهور، من ناحيه افريقيا. كوت ديفوار تحس بواحد السخونه كاينه، بنادم تيشطاح وتيغني ناشط مع راسو. وحنا بدورنا حتى حنا هنا في بلاد المهجر تنعيشوا هاد اللحظات وكنتمتعوا مع خوتنا المغاربه وتنجلسوا اونصومبل وهذا باش نحسوا حتى حنا بحال اللي رحنا معاكم. حنا ديما مع المنتخب وديما مغرب. بالنسبه لنا حنا المقابلات اللي جايين دابا، غدا ان شاء الله كاينه مقابله ديال نيجيريا والكاميرون. هذه قمه بدون منازع، قمه غتكون مقابله قويه وغيكون فيها النديه. وتنظن بان بحال اللي غنقولوا مثلا الاقوياء غادي يمشيو، ما كاينش ولا بد غادي يطيح شي واحد، يا نيجيريا يا كاميرون. نيجيريا ولا كاميرون. عندك انغولا ناميبيا هادو فرق واعده طالعه، ولاني كتقول الكلمه ديالها يعني الا طلع فريق قوي وطالع فريق واعد، عرف راه بان الماتشات اللي جايين اخرين ثاني هيكونوا نهار الحد، هيكونوا ماتشات اخرين قويين. مثلا المقابله ديال مصر مع الكونغو الديمقراطيه، هذه مقابله هي فريق قوي وفريق واعد. هذه مقابله تكون صعيبه بزاف على المصريين. وكما قلت الاخوان ديالنا المصريين، كاينه غينيا استوائيه وغينيا، هادو ثلاثه الماتشات. هاد جوج ماتشات هادو ماتشات صعاب، لان لشنا المسار ديال انغولا او مسار ديال غينيا وغينيا استوائيه مسار زوين في دور المجموعات. ولكن حنا نشوفوا غيبقى لنا الماتش ديال السنغال كوت ديفوار نهائي قبل الاوان. هذا ماتش غيكون حراقيه تكون فيه، انا متاكد انه غيكون ماتش ديال التكتيك والحراقيه. يعني فريق ديال الفريق المضيف مع الفريق يعني حامل اللقب، يعني نهائي قبل الاوان. الا مشات دازت كوب دافريك، دازت الكوت ديفوار، مليون في الالف غادي تقدر تلعب الفينال بلا ما نهضروا عليها سون ديسكوسيون. بالنسبه للراس الاخضر وموريتانيا، جوج ديال الفرق بينوا بانهم فرق يحترمون في اللعب ديالهم، في التكتيك، في كل شيء. حتى المدرب عندهم مدرب محنك، يعني عنده طريقه ديال اللعب. اللي شتي اللاعب ديال المدرب ديال موريتانيا كان فايت درب وقيله على ما تنظن مدغشقر، وكان مشى فيها بعيد بالنسبه فاش لعبات كوب دافريك الاخرانيه كانت مشات بعيد مدغشقر. ومدرب عندهم يقول الحقيقه تقال. وبالنسبه للراس الاخضر، هو اللي قلت لكم في الاول في الفيديو الاول بانه الراس اللي ما بغاش يطيب، ما عرفناش شكون اللي غيطيبه، واش غيجي عندنا ولا غيجي شي فرقه اخرى، ما عرفناش. ونشوفوا الله الا طيراتو شي فرقه، فهمتيني، باش تبقى لنا الطريق ممهده. تنقولوا بان مالي وبوركينا فاسو ماتش ديال الجوار وديال جنوب الصحراء، هذا غيكونوا هذا، وزائد الماتش الاخير ديال المغرب مع جنوب افريقيا، هو اللي ذكرنا عليه في الاول انه ماتش يعني خصنا نقراوه، لان اللعابه ديال سانداوز تيلعبوا بيناتهم فريق واحد وعندهم واحد يعني التفاهم وهذا. وهذا ما تيجعلش بان المنتخب المغربي ضعيف او شي حاجه، بالعكس المنتخب المغربي الركائز ديالو داكشي نفس اللعابه اللي لعبوا مع الركراكي واحد المده طويله، وما تنظنش بانهم غادي يقدروا ينتصروا علينا الا لا كانت شي مفاجاه او شي حاجه. وان شاء الله ما تكونش هذه المفاجاه او شي حاجه، يكون شي تخاذل او شي طارئ او شي بحال اللي وقع لنا مؤخرا مع في المقابله الاخرى ضد زامبيا. حتى جوج سوايع الركراكي جوج ديال المقابلات حيدوه من هنا. علاش ما تشويش من اجل ماذا؟ في الاخر هما رجعوا وقالوا بان المنتخب المغربي ان الركراكي ما بقات عليه لا عقوبه لا حتى شي حاجه. وعلى ما قريت وسمعت
بان اللاعب ديال الكونغو الديمقراطيه غادي يتلقى واحد شمس العشيه ان شاء الله، فهمتيني؟ غتكون عنده واحد العقوبه غيتلقاها هو يعني شنو غيديروا معاه؟ كما وقفوا الركراكي ما يمكنش يدوزوا الكونغو الديمقراطيه عادي هادشي، والسيد يلعب الماتش بحال والو، يوقفوه ماتش او غادي يديروا له شي حاجه. المهم على اي حنا نتبعوا الاخبار، حنا معكم ديما. المشجعين ديالنا في المنتخب المغربي راه في الكوت ديفوار فرحانين ناشطين، المغرب ديالنا ناشط، صبات الشتاء كلشي بخير وعلى خير. خوتنا العرب كنشكركم بزاف لان كتشجعوا المنتخب المغربي، وحتى حنا بدورنا كنشجعوا المنتخبات العربيه. ولا يخفى عليكم اننا حتى حنا متبعين الالعاب الاسيويه، يعني العربيه الاسيويه، الالعاب الاسيويه، الكوب ديال اسيا. احنا متبعين الفرق العربيه، عندك السعوديه وعندك العراق وعندك الاردن والبحرين. الاردن اللي كيتولى التدريب ديالها الحسين عموته، وتتمنوا له التوفيق. ورحنا متابعين الامور، لان البارح كانت لعب واحد الماتش ديال الحسين عموته ديال الاردن، كيتولى الاردن والبحرين، وناض عليه واحد اللاغات حتى هو حكا الماتش ما لعبوش بهذاك المستوى اللي خصهم يلعبوا به وداك الشيء. ولكن الحقيقه بان الماتش تلعب بكل نزاهه كما حنا لعبنا الماتش ديالنا. معروف علينا المغاربه حنا تنلعبوا الماتش اللي خصو يتلعبوا، كما شفتوا الماتش اللي لعبناه مع زامبيا لعبنا معهم وفي نفس الوقت ربحناهم. كان علينا حتى حنا نديروا تعادل او ما نديروش، ندخلوا عير دوزيام ايكيب ولا شي حاجه، ولكن لا، لعبنا باللعابه ديالنا الاساسيين لعبوا، ودينا هذاك 3 النقاط ديالنا على الجداره والاستحقاق، وجرينا معنا كوت ديفوار. ما كرهناش كون جرينا يا تونس يا الجزائر، المهم اي دوله عربيه اخرى ما كرهناش، ولكن دوماج. على اي المهم تحيه لخوتنا توانسه اللي تيتبعونا في هذه القناه، ولا الجزائريين ولا المغاربه ولا الموريتانيين ولا الليبيين ولا جميع الدول العربيه بدون استثناء، مصريين سوريين، تحيه لكم من هنا من بلاد المهجر الى جميع الدول العربيه، من المغرب الاقصى الى الشرق العرب الاقصى، يعني حتى التحيه. تبارك الله عليكم، ونتمناو باش تكونوا دوزتوا معنا واحد الحصه زوينه. الى اللقاء، وما تنساوناش في التعليقات، الاشتراك في القناه، البارطاج، وديما مغرب. عاودوا ديما مغرب. تحيه، تبارك الله عليكم، مع السلامه.